السلام عليكم. من شويه خلص ماتش الزمالك والمريخ السوداني في دور المجموعات في دوري ابطال افريقيا، والنتيجه كانت 4-3 للزمالك. وعنوان المباراه دي كان بعنوان ولا تعايرني ولا عايرك، الهم طايرني وطايرك. يعني كسبتني 4 زي كسبتني 6 زي 7، مش فارقه يا باشا. ما هي مش فارقه من حصلت المجموعه لقفل المجموعه، ما احنا في الهوا سوا. وانا من وجهه نظري كاخواننا السودانيين، إيه اللي جابكم؟ وفروا فلوسكم، يعني طيران ومصاريف واكل وشرب. عندك عين شمس مليانه سودانيين، ابعت 11 واحد يلعبوا وهي النتيجه والله. والزمالك ما كانش هيشتكي، مش فارقه كتير. يعني اخش الحمام اخرج الاقي 2-1 في 6 دقايق ولا في 7 دقايق، حرام. يعني مصطفى شلبي يخش موسوعه جينيس للارقام القياسيه في جون في 11 ثانيه. غريبه والله، يعني مش عارف، ما عملش حاجه في حياته غير الجون ده. هو هيقول لك انا جبت جون في 11 ثانيه. انا مش فاهم، ماتش ملوش اي لازمه، واللي كان وراه حاجه كان يعملها. يعني مش فاهم. وده يدل على اللي يجي لك 3 اجوان في اول 7 دقايق، ده يدل على عدم تركيز اللعيبه. يعني اللعيبه اصلا مش فارقه معاها المباراه، ما هما الاثنين ضايعين يعني. فلو في دوره رمضانيه هيكون في تركيز اكتر من كده. يعني خلص الماتش 4-3، وانا كل اللي مضايقني اللي كان عندي السباك شغال وخد مني 400 جنيه، مش عارف ليه. يعني انا مش فاهم، خد 400 جنيه عمل ايه في السباكه يعني عشان يجي يشتغل ساعتين ياخد 400 جنيه؟ يا نهار ابيض، ده انا مطحون طول اليوم ما باخدهمش والله. يلا ربنا يرزقهم. هنرجع لماتشنا يعني بتاع المريخ والزمالك. الاثنين حصا سوري، يعني الاثنين ما بيلعبوا، ما لهمش اي هدف. واخد بالك؟ مباراه بدون هدف، اللي كان وراه حاجه يعملها وخلاص. بس الميزه في المباراه دي، خلي بالك، ناصر منسي والله مش عشان جاب 3 اجوان، بس تحس الواد بيتحرك من العمق، يعني عارف هدفه. يعني انا فرود، انا العب في الهدف، انا في خط ال 18، انا اهو انا ماشي كده. عندك الجزيري بيتطوح على طول، تلاقيه واخد جنب شويه شمال، واخد جنب يمين، ملوش دعوه بايه بال 18. وخلي بالك الجون الاول ده 90% ناصر منسي. التحرك بتاع ناصر منسي خد عين المدافع، فجت لمصطفى شلبي حطها. فيعني ناصر منسي يعني شايفه فورورد ان شاء الله يكون كويس واضافه. وكده احنا ما شاء الله دور المجموعات الزمالك خرج للسنه الثالثه على التوالي، وده انجاز محدش عمله قبل كده. يعني خلي بالك لازم نحتفظ بالانجازات دي. وفي الدوري ماشيين خامس على ما اعتقد، وفي كاس مصر طلعنا، وكاس الرابطه طلعنا. ايه تاني لسه ما طلعناش؟ مش عارف احنا هنطلع ايه. بس هنرجع بقى لتصريح مهم بتاع امام عاشور اما طلع مع رامز، اما قال له على الرنجه والفسيخ. قال له انت اكلته رنجه وفسيخ قبل ماتش اسوان؟ قال له لا، احنا ما كلناهوش قبل ماتش اسوان، بعد ماتش اسوان. وانا بقول لك يا ريتك كنت قلت قبل ماتش اسوان، يعني كان لينا حجه. اكلوا فسيخ ورنجه فنزلوا خسروا، عايزين ميه ومفيش ميه، والدنيا صعبه هناك في اسوان وحر وبتاع، فليكوا حجه. لكن تاكلوا فسيخ بعد الهزيمه؟ ده انتوا ما عندكوش دم. ده يدل اللي انا بقوله لك، اللعبه دي مش فارقه معاها جمهور الزمالك. يعني اخسر من اسوان 2-1 وادائي كان 2-1 على ما اعتقد، ولا 3-2 والله ما فاكر. وادائي كان وحش، واطلع اكل واشرب واتعزم على فسيخ. والله يعني احنا كجمهور كلمتونا وخليتونا. وخلي بالك من كتر الهزيمه احنا ما كناش بقاش فاكرين احنا خسرنا من مين ومن مين وكام. يعني احنا خسرنا من طوب الارض الحمد لله، وتعادلنا مع طوب الارض مش بس احنا النتيجه يعني الثابته التلاتات. يعني انا زمايلي بيقولوا لي ابو 3 ابو 3، اعرف اللي هم بينادوني انا. ولا انت لسه بتسمعني؟ يا ريت تشترك في القناه، تفعل زر الجرس وتعمل لايك. سلام.